سنة وانتم طيبين وبألف خير وهنا وسعادة يا رب العالمين. ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل حاجة حلوة يا رب. النهاردة جاية اقدم لكم روتين خفيف وسريع كده. اول يوم في رمضان هقضيه لوحدي، محدش معايا خالص. من ساعة ما اتجوزت ما قضيتش ولا يوم رمضان لوحدي، حتى يعني بيكونوا البنات معايا على الاقل، انما النهاردة مش هقضيه لوحدي قوي لان هيبقى معايا تقريبا كده محي بس. حسام معزوم النهارده والبنات كمان معزومين في مكان تاني، ده في مكان وده في مكان، وانا هقضي اليوم النهارده لوحدي. فكنت ناويه اعمل اكل وهعمل اكل تاني خالص. تعالوا بقى كده نعمل روتين بسرعه مع بعض ونتكلم شويه ونشوف انا هعمل ايه. اول حاجه بقى بعملها كده اول ما بصحى من النوم اصلا ان انا بخرج الفرش بره واسوي اوض النوم. بس النهارده حبيت اصور معاكم روتين سريع كده في الصاله. كان عندي شويه غسيل منشورين على الحبل، بدات المهم بقى كده واحطهم على الركن لان البلكونه ديت عندي في الصاله، وهي دي البلكونه بقى اللي انا بنشر فيها. بدات الم الغسيل كده وكان عندي غسيل كتير طبعا يعني كتير جدا بصراحه. بحس اوقات ان الحياة ديت عبارة عن غسيل بيتنشر، غسيل بيتلم، وغسيل بيتغسل، وغسيل بيتطبق، وغسيل في السبت. فبحس بقى ان الحياة كلها عبارة عن غسيل وبس، مفيش حاجة تانية تتعمل في الحياة دي اصلا. وده شيء اصلا يومي عندنا كل يوم، ان انا لازم بشغل الغسالة مرتين واحيانا كمان 3، يعني مرتين دي بتبقى حاجة قليلة. رحت جبت بقى ثابت الغسيل اللي هيتنشر وبدأت ان انا انشر الهدوم اللي فيه. ما انا قلت لكم الحياة عبارة عن غسيل بيتغسل وهكذا بقى. بدأت انشر الغسيل دوت كده، وزي ما انتوا شايفين الجو النهاردة كان جميل قوي وشمس، وانا بحب الجو الصيفي جدا يعني فوق ما تتخيلوا. انا بحب الصيف عن الشتاء، ايام ربنا كلها حلوة بس انا واحدة بتحب الصيف عن الشتاء. بحبه بالذات عشان الشمس بتطهر الهدوم وتطهر البيوت وبتعمل كل حاجة حلوة اصلا، بتشيل امراض وكل حاجة. فانا بحب الصيف علشان الشمس. نشرت الهدوم برغم ان انا عارفه انها مش هتنشف بسرعه قوي لان الجو شمس، بس حلوه هتخلي الهدوم كويسه يعني وكده. في الوقت اللي انا عماله انشر فيه كنت بفكر برضو هطبق الغسيل اللي جوه ده امتى، وهحط الغسيل اللي في السبت ده في الغساله امتى. خلصت نشير الحمد لله زي ما انتوا شايفين، والشمس طالعه جميله قوي كده، وهطول الغسيل بتاعي. خلصت بقى كده ودخلت على الصالة، وزي ما انتوا شايفين كوم الغسيل اللي محطوط على الركنة ده كله كان في البلكونة الصغننة دي. شايفين المنظر؟ هبتدي بقى ان انا اخد الغسيل دوت احطه في الغرفة بتاعتي علشان خاطر اما ادخل اطبقه. اخدت الغسيل بقى كده على مرتين ودخلته الأوضة بتاعتي علشان اما اخلص اطبقه. اول حاجة بقى بدأت ارتبها كده هي الصالة اللي هي اصلا فيها الركنة. زي ما انتوا شايفين ولاد اما بيقعدوا بيوقعوا البياضات والمخدات وكل حاجة بتبقى متبهدلة. وعايزة اقول لكم ان ده بس عشان ما نضفتهاش يوم واحد بس، يعني هما مشوا من هنا، انا قلت خلاص اما يمشوا بقى هبتدي ان انا انضفها وكده، مش هنضفها وهم موجودين. بدأت بقى اشيل البياضات كده خالص وانفض وبعدين افرشها تاني. انا كنت اصلا غاسله البياضات وغاسله الشلت بتاعه الركنه اللي هو القماش وغاسله الركنه عامه يعني. فبدأت ان انا انفضها نفضه خفيفه كده من يوم ما غسلتها، وغسلت الحفاظات برضو وانا كل شويه وايدي فيهم لان ما بحبش الحاجه ان هي تتوسخ بسرعه او تتطرب بسرعه وهكذا. بدأت رحت الجنب التاني في الركنه برضو وشلت من عليه المخدات لغايه سجادة الصلاة مطلعينه كله، يعني هما السجادتين دول وكمان سجادة مطلعينها كلهم ورمينهم كده في جنب، بيصلوا مش بيطبقوها ويحطوها مكانها حتى. ما شاء الله النظام عندنا حاجة بروفيشنال كده. بدأت اسوي الركنة بتاعتي بقى ببعضها كده علشان خاطر هي عبارة عن قطع، كذا قطعة، مش كلها، مش قطعتين حتة الناحية دي وحتة الناحية دي، لا ده كذا قطعة لان الركنه بتاعتي كبيره قوي. وعملت هنا برضو نفس النظام، شلت البياضات ونفضت وبدات افرشها. بجد اليوم لوحده ده يعني انا نظفت وخلصت، وعايزه اقول لكم صورت الفيديو بقيت قاعده ملانه بقيت اليوم. كنت مفكره ان هما ما يمشوا وبابام هيمشي هقعد لوحدي كده انا ومحي مش هيعمل دوشه والكلام ده كله، بس محي طلع اصعب منهم كلهم. قاعد ماما انا عايز اكل، اعمل له ياكل، ماما انا عايزه ادخل حمام تعالى اقفي لي، حاضر، ماما شغلي لي الشاشه،
وهكذا. الاول كانوا بيشغلوا بعض مع بعض، انما الوقت هو شاغلني معاه، قاعد عمال طول ما هو قاعد طلبات. كنت مفكره لما اخواته يمشي يعني وكده الحمل هيخف عليا، لا والله ده انا نظفت وصورت وكده. هي كانت حاجات خفيفه بالنسبه لي، بس بقيت اليوم بقيت قاعده في ملل رهيب 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 فوق ما تتخيلوا. حقيقي الاطفال دول هم الجنه اللي في البيت والله العظيم. بعد ما خلصت بقى كده الركنة زي ما انتوا شايفين، بدأت ان انا اكنس الحافظة. انا فرشة حافظات لان السجاد عندي تقيل وما بحبش افرشه وكده، ففرشة حافظات فبكنسها اول باول، هي اللي هي الحافظة اللي هي بديل السجاد دي. كنستها بقى كده كويس، ودي بتتكنس في اليوم حوالي 4-5 مرات حتى لو محدش قاعد في الركن عادي، عشان تفضل نظيفة. لان اليوم اللي غسلتها فيه تعبت جدا جدا جدا، فبقيت اللي هو بحافظ عليهم قوي. فقمت جايبة بقى الترابيزة كده، حطيت عليها المفرش اللي انا عاملاه ده، وحطيت الفازة والمبخرة وطبق المكسرات والتمر وكده، وبس خلاص. وبكده بقى اكون خلصت جانب الركن، وندخل على الجانب التاني بالصالة واللي هو فيه المكتبة بتاعة الشاشة والجزامة والخيمة اللي انا عاملاها. بدأت بقى اشيل كده الفوانيس والحاجات دي، لان بصراحة ما لمعتش المكتبة دي بقالي اكتر من 4 ايام. شلت بقى الفوانيس والكلام ده كله، وجبت قماشة بيضة كده مسحت التراب، مسحته مسحة عادية، لان كنت قبل ال4 ايام دي غسلاها غسلة محترمة يعني. كل واحد حاطط الفانوس بتاعه وحاطط لي جنب الدبدوب بتاعه، فرصتهم لهم زي ما هم عايزين. بس محي طبعا بعد ما شاف الرصة، عايزة اقول لكم ان احنا اتخانقنا انا وهو، ورجع الرصة مختلفة خالص، ولازم الفانوس بتاعه هو اللي يبقى فوق والدبدوب بتاعه هو اللي يبقى فوق، انما حاجة اخواته لا، انا اللي فوق يا ماما وهم تحت، وبيقعد يتخانق على كده. بس انا برصهم كده بحيث ان الاحمر ازرق احمر يبقى حاجة مختلفة. حطيت بقى المصحف والفازة كده ناحية تحت علشان خاطر يبقى مطال بالنسبة للايد. شلت الفوانيس بتاعة ايكيا دي برضو، وقعدت المعها كده، لان كان عليها تراب برضو. بصراحة الشقة عندي بتتطرب جامد جدا بسبب ان انا في اخر دور وعلى الطريق وكده. بدأت بقى اشيل الحاجات برضو اللي في المكتبة من تحت دي، والمفارش ديت انا اللي عاملاها. كانت عندي خيامية قديمة كده، فكنت قصاها مربعات على حسب الرسمات. وكان عندي المكوة بتاعت حسام اللي هي في العدة دي، اللي بتبقى مع الناس بتوع الكهربائي والحاجات ديت، قمت ماسكاها برضو مفرغة بيها المثلثات اللي انا عاملاها تحت دي، اللي هي المفارش دي، فرغتها من القماش الخيامية القديم. انا لقيتها لا تصلح، فبدأت بصراحة ان انا اخد منها للمفارش اللي انا عملتها، سواء للسفرة او للركنة او للجزامة وهكذا. بدأت افرغها بالمكوى، فرغت الرسمة دي كانت عجباني قوي كده بالمكوى، فرغتها وقمت حطاهم في المكتبة على اساس ان هم مثلثات. طبعا لما رمضان يخلص انا مش هرمي الحاجات دي، انا بلم كل الحاجات دي اطبقها وعينها في اكياس وعينها تحت السرير او في الدولاب من فوق. خلصت بقى كده رصيت المفارش بتاعتي، وبعدين حطيت الانتيكات كده. مفيش انتيكات كتير في المكتبة طبعا، لان احنا حاطين حاجة رمضان بس، سواء فوانيس او مباخر او هكذا. وبس كده اكون خلصت المكتب. دخلت على الركن بقى بتاع الخيامية اللي هم مبهدلينه ومدمرينه ده. عايزه اقول لكم ماما جابت لي الفانوس ده، عايزه اقول لكم ان هم كسروا لي الفانوس وانا يا دوب مصلحاه وانا بعمل الفيديو ده، والله ما كانش راضي يلف. فانوس بقى حبيت اوريكم شكله كده، شكله تحفه تحفه. وفي حته من تحت بتتفتح، ممكن تعينوا فيها اي حاجه، ممكن تعينوا فيه اي حاجه انتوا محتاجينها. وشغلت لكم النور بقى كده والموسيقى بتاعته، بس ما مش ظاهرين في الفيديو للاسف علشان انا بعمل عليه فويس اوفر وكده، بس كان شكله جميل قوي بجد بصراحه. وبعدين رتبت البوكس كده رتبت البوكس ده برضو، بس مش عارفه هعين الحاجات اللي انا عملتها دي ازاي بصراحه، سواء البوكس او الهلالات والحاجات دي. وحطيت فيه سجاد الصلاة بقى كده، طبقته وحطيت فيه المصحف وحطيت فيه السبحة وهكذا. نفسي اللي ياخد منه حاجة يرجعها زي ما كانت بالظبط، بس ازاي؟
وظبطت الخيمة كده لان هي كانوا بوظوها خالص خالص، وشغلت النور بتاعها بقى كده وظبطت الدنيا على الاخر. يعني حقيقي الركن ده انا بموت فيه، مش عارفة هعمل فيه ايه في العيد. اقترحوا عليا اعمل ركن ايه في العيد دوت لما نشيل الخيامية وهكذا. وبعدين كنت بقى مرتبة الجزمة كده كده ما كانش عليها حاجة، فشلت الحاجة دي ولمعتها، بس للأسف ما صورتش وقفلت النور. وهنا بقى ببتدي احس بالراحة النفسية، ده مدخل الشقة اصلا فلازم يكون مرتب ومنظم طول الوقت. دخلت بقى على المطبخ كده وفرست الهدوم اللي عندي في السبت، وطلعت فرش السرير وحطيتها في الغسالة عشان تتغسل. وزي ما قلت لكم الحياة عبارة عن غسيل بيتغسل وغسيل بيتنشر وغسيل بيتطبق وغسيل بيتلم. دخلت بقى كان عندي كام طبق في الحوض كده، قلت اما اشطفهم بالمره. مش هعمل الفطار دلوقتي، بس اما اشطفهم وخلاص. بدات بقى ان انا اشطف الاطباق قبل ما اغسلها، بحب اشطفها قبل ما تتغسل علشان خاطر ما تعذبنيش في الغسيل، وعشان خاطر الليفه بتاعتي تفضل نظيفه، محتاجش ان انا اغيرها كل فتره قليله وهكذا. الليفه بتفضل نظيفه، الاطباق بتتغسل كويس، كل حاجه بتبقى كويسه يعني. قعدت اغسلهم بقى، وانا بغسلهم طب انا كنت هعمل طبيخ ورز وكلام من ده عشان العيال. طب اعمل ايه؟ عماله افكر طب اطبخ ايه. كنت مطلعه فراخ عشان اعملها، قلت لا مش عاملاها، انا كده كده زهقانه من الفراخ. كنت عاملاها علشان خاطر حسام ورنيم، ودول هيفطروا بره ودول هيفطروا بره. فقلت ايه بقى، لا انا عايزه اعمل حاجه سهله وخلاص وسريعه كده وتكون حلوه في نفس الوقت. وكده كده مش عايزه اعمل اكل كتير لان محدش هياكل غيري انا ومحي كده كده اصلا ما بياكلش. فاللي هو عايزه اعمل حاجه ليا تكون حلوه كده ومحي يكون بيحبها برضو في نفس الوقت. والحاجات بقى اللي محي بيحبها جدا هي المحشي. فوانا واقفه اغسل كده الاطباق بقى والكلام ده، قعدت افكر طب اعمل محشي وارجع اقول هعمل محشي عليا انا وهو بس. قلت بس لما يجي وقتها اكون فكرت، خصوصا ان كان لسه الظهر اصلا مأذن وكان محيي لسه نايم، لان احنا نايمين متأخر لانه عمال سهران عمال يتفرج على الشاشة ومتزهقن خالص. خلصت بقى المواعين كده وشطفت الحوض والحنفية والرخام، وبعدين جبت المساحة بتاعتي وبدأت ان انا امسح المية والصابون والكلام ده كله بعد ما شطفت طبعا يعني كل الكلام ده. وحقيقي المساحة ديت هي الانجاز اللي في الحوض بتاعي، بحبها جدا. وريتكم بقى الغسالة وهي بتغسل عاملة رغاوي الدنيا والاخرة علشان خاطر ان انا ما عنديش اريال اوتوماتيك. سلقت لمحي بيضة كده عشان يفطر ورشيت له عليها دق. بعدين بقى جه وقت الفطار، قبل الفطار بساعة ونص كده طلبت من السوبر ماركت خضار متقور علشان اعمل محشي. جبت بقى البصل بتاعي كده وبدأت ان انا افرمه في الكبة زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. وقلت خلاص استقريت ان انا هعمل محشي، بس مش هعمل جنبه اي حاجة تانية خالص. عملت بقى البصل كده زي ما انتوا شايفين في الكبة. كنت بصور لكم بايد واحدة لان ما كنتش عارفة احط الستاند، لان كنت عايزة انجز بصراحة، لان بقول لكم كان لسه ساعة بس على الفطار. فرمت البصل بتاعي وجبت الحلة حطيتها على النار وحطيت فيها شوية زيت وشوية كمان معلقة سمنة كبيرة كده، لان انا بحب اعمله اي حاجة عندي دهون بحطها في المحشي. ما هو اللي انا فيه ده مش من قليل والله. نزلت بالبصل المفروم بقى كده على السمنة والزيت وبدأت ان انا احمره، مش بحمره قوي بخليه ذهبي كده. ونزلت بالصلصة، بعدين فرفتها انا مع نفسي بالسكينة واتسبكت. نزلت بقى بالرز المغسول والخضرة، بعدين نزلت بالتوابل بتاعتي طبعا وقلبتها كده في بعضها. جبت الحلة ديت وبعد ما رصيتها لقيت السوبر ماركت بعتلي الخضار كبير قوي مش هينفع في الحلة دي، فغيرت وحطيتهم في حلة غويطة. بعدين حطيت مرقة دجاج لان انا ما عنديش شوربة بقى والكلام ده، وسقيتها وعملت شوية شوربة كدابة عشان محي. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة.